سعيد مع الأخ جعفر من تيزي وزو ليسأل عن صلاة الصبح. قال: صليت الظهر والعصر وتذكرت أني لم أصلي الصبح نسيانا، فما الحكم وكيف يكون الترتيب في القضاء؟ نعم. نفيد الأخ بما يأتي بيانه. الأخ جعفر، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ورفع الإثم يقتضي رفع الحكم، بمعنى أنت ما صليتش الصبح ولكن نسيانا صليت الظهر وصليت العصر قبل الغروب، تفكرت هل تصلي الصبح طبعا قضاء ثم تعيد الظهر والعصر أو لا؟ الجواب: أولا تعلقت بذمتك صلاة الفجر أو صلاة الصبح، إذن لابد أن تقضيها. تذكرتها تصليها عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها. هذا من جهة. من جهة ثانية الحفاظ على الترتيب، يعني تصلي قضيت صلاة الصبح وانت صليت الظهر والعصر في وقته، في وقت وجوبهما، في وقت الوجوب. إذن ربي قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الظهر تفكرتها صليتها في وقتها، العصر في وقتها، إذن أديت صلاتي الظهر والعصر، أو أديت الظهرين كما يقول الفقهاء، يعني في وقتيهما. طيب، تذكرت صلاة الصبح، تقضي صلاة الصبح. أنا عندك خياران: إذا كان أردت أن تحافظ على الترتيب، وهذا على وجه الاستحباب مش على وجه الوجوب، معناتها قضيت صلاة الصبح تعود الظهر والعصر، تحافظ على الترتيب باستحبابا. ولا ما عودتش الظهر والعصر فلا شيء عليك، لأنه في قاعدة مهمة في هذا الباب يقول لك: الترتيب يعني يتحقق الترتيب هذا بالذكر أو بالتذكر، ويسقط بالنسيان. وأنت نسيت، وقد ورد الحديث ذكرناه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.